السلام عليكم ومرحبا بكم من قناتي قناة مطبخ كوكي وصديقاتها. ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. حبيباتي، اليوم راح نتشارك معكم وصفة بزاف هايلة سريعة يعني وخفيفة ويجوك يعني ضياف الغفلة ولا ديريها ليه هي رايحة توجد هذه الوصفة. وكما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو الدجاج كنت حمرته في الفرن مع الخضار خرج لي بزاف بنين. نبداو مباشره الوصفه تاعي على بركه الله. نسحق هنايا عندي بطاطا كنت قطعتها دوائر وما تكونش خشينه وما تكونش رقيقه. عندي بصل طماطم طماطم تاع الحب، ونسحق طماطم مصبره وموتارد، ونسحق معدنوس ثوم مربي 3 سنينات ولا 4. عندي الدجاج على حسب واش عندكم نتوما، وعندي لي زيبيس هنايا ملح فلفل قرفه كركم وشويه كمون. نبداو مباشره نجيبو الدجاج تاعي نبدا ندلو في لا ماريناد هذيك، يعني نديرو في لي زيبيس ايتو نحضروه كيف نبداو كما راكم تشوفوا. قلت لكم الدجاج تاعكم تكونوا قطعتوه باينه غسلتوه وشوطوه. نجيبوه هنايا نمارينيوه. لي زيبيس نعاود نفكركم فقط ملح فلفل اسود قرفه كركم وشويه كمون. نزيدوا الطوماط كونسونطري مع مغرف كبيره تاع طوماط كونسونطري ومغرف صغيره تاع موتارد. ومعدنوس كنت قطعته صغير وفصاص تاع ثوم ثاني كنت ربيتهم. نجيب نخلط كامل هذاك الدجاج مع هذو المكونات اللي درتهم معاكم، نخلطهم حتى يدخل كامل هذاك مع الزيت بيان سور، حتى يدخل لي كامل هذوك لي زيبيس يدخلوا لي مع الدجاج يعني يدوا لا ماريناد هذيك ويتشرب لي كامل بلي زيبيس تو. نخلطه ونخليه نغطيه ونخليه شويه ونروح نوجد الخضره تاعي اللي كنت وريتها لكم في بدايه الفيديو. حبيباتي، كما العاده دائما نفكركم اللي ما راهيش دايره متابعه للقناه، متابعه القناه فضلا وليس امرا. عندكم الزر تاع المتابعه ثم ابوني في القناه تاعي. ان شاء الله وصفات بزاف يعجبوكم، ناجحين بسيطين وخاصه اقتصاديين وللمبتدئات. نقولها دائما ونعاودها، القناه تاعي للمبتدئات. كما راكم تشوفوا مازالني غير نخلط في الدجاج هذا، يدي لي شويه وقت نخلطه مليح باش نحاول نخلط كامل هذاك الدجاج ونشربه في هذاك لا ماريناد باش نخليه. كما راكم تشوفوا هنايا انا تخلطت لي بيان. نخليها هنايا واحد كل ما خليتيها بيا يعني انا نخليها واحد ربع ساعه ولا ونعاود نولي ليها باسكو ما كانش عندي الوقت. اذا كان عندك الوقت تقدري ديريها من قبل. عندي البلا تاعي اللي حندير فيه هنايا سنيوه كنت درتها بالزبده، ونجيب نستف الخضره تاعي. انا بديت هنايا بالبصل ونزيدوا البطاطا تاعنا. هنايا كنت كما قلت لكم البصل وطماطم تاعي ثاني كنت نقيتها وقسمتها دوائر. هنايا الملح نسيت ما درتش البصل ندلو شويه ملح فقط. والبطاطا تاعي ثاني كنستفها كامل. فوالا نكمل هنايا الطماطم كنت قطعتها كما قلت لكم دوائر. نزيد الطماطم هي التاليه. بون درت بصل بطاطا طماطش يعني كل واحد كيفاش يقولها. كنت درت لها الملح طماطش تاعي
بيان سور نملحو شويه الخضره، ما نملحوهاش بزاف باسكو ديجا لا مارينا تاع الدجاج هذيك فيها تكون شويه فيها الملح، يسمى ما نديروش بزاف للخضره تاعنا الملح. وهنايا نجيب الدجاج تاعي اللي كان كما قلت لكم انا كنت خليته يريح 10 دقائق ولا ما خليتوش طول، ونجيبوه هنايا نديروه فوق الخضره تاعي بعد ما كان شرب لي كامل هذيك لا ماريناد. واللي تبقى لي يعني من الدجاج تاعي هذا الصلصه هذه نزيد نديرها فوق الدجاج قبل ما يطيب ليه، قبل ما ندخلو في الفور. هكا كنت زدت لها فنجان ما غير صغير ونديروها ما نحوسوش عليها باسكو ديجا ما نكثروش الماء باسكو هذيك مام هذيك طوماطيش والبصل وكامل حيطلق الماء تاعو، يسمى نديرو غير فنجان الماء هذا ما كان ونغلقوا عليها. وفي نفس الوقت الفور تاعي راهي تسخن في درجة حرارة عالية تكون حتى ندخل هذه ونقصلها. نجيب البابي كويسون، هنا درت بريقة ترنت، نجيب البابي كويسون نغطيه السنيوة تاعي. وهنايا نسيت برك نديرو الزبدة شوية فوق الدجاج هذاك، الزبدة باش يطيب لي محمر، الله يتحمر لي في الفور، شوية زبدة شوية زبدة، وهكا يكون البلا تاعنا واجد، ما بقى لي غير ندخلو في الفور ويطيب هذا ما كان. هكذا كما قلت لكم كنت درت بابي كويسون قبل ما ندير بابي الومنيوم، ندخلو نغلقو مليح مليح ونثقبو هنايا باش تخرج لي شويه هواء كي ندخلو للفور وندخلو للفور. فوالا بعد ما شفتو طاب لي كنت نطلع عليه من داك هكا، نطلع عليه نشوف لا نشف لا طابت لي الخضره، كي شفتو نشوف لي تو خرجته. فوالا هذه هي، شوفوا خرج لي بزاف 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 بنين، خاصه هذيك لاصوص كيفاش طابت لي مع الدجاج، كيفاش طلقت البنه، كيفاش الدجاج طلق البنه ما نحكي لكمش، يعني خرجت لي ولا اروع بزاف بنينه كما راكم تشوفوا في الفيديو. والبنه ما نحكي لكمش، جربوها ورجعوا لي الخبر. وصفه سريعه كما شفتوا، درت كلش ليه في ضربه دخلته للفرن، ما تديريش الوقت ليه طابت لي الوصفه تاعي تاع اليوم. اي فوالا هذه هي الوصفه تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما تنساوش جيم كومونتير وتخلوا لي تعليقات، وان شاء الله تجربوا الوصفه هذه وتشاركوها مع لا فامي تاعكم حباباتكم باش تكبر القناه تاعنا. وبقاو على خير، تهلاو في رواحكم، دمتم في امان الله وحفظه. من قناتي قناه مطبخ كوكي وصديقاتها، بقاو على خير البنات.